بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رايكم في الكبده الجمل الجميله الحلوه مع الحواوشي، ولا العيش الجميل البلدي، ولا المخلل؟ ايه رايكم في الجمال؟ بس الطبق الرئيسي الكبده الجملي بتاعتنا. بصوا الحلاوه بتاعتها، عملناها بطريقه سهله وبسيطه وطعمها تحفه. ده اصل الكبده الجملي. يلا بينا نخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك، ونشوف احلى كبده جملي عملناها ازاي. يلا بينا، يلا بينا. مساء الخير ومساء الهنا والسعادة والسكر الزيادة على كل حبايبنا والناس الحلوة. بصوا كده انا حاطة شوية زيت. الزيت دوت جايبين هنا حلويات وحتة قلب وحتة لحمة، ونحطه بالمنظر ده. احنا هنعمل ايه مع بعض؟ هوريكم هنعمل ايه مع بعض. طبعا انا بعمل ايه، احنا قلنا كده حطينا الدهنة، حطينا شوية زيت قدحوا قوي، حطيت حتة القلب مع حتة الدهن اهي زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. بنحط عليها ايه بقى؟ شويه كمون وواحده مرقه، اكتر من كده مفيش. دي بالنسبه للكبده الجملي. ده الكبده الجملي احطها كده والنار عاليه. بصوا هي تغير لون. الكبده الجملي يا جماعه غير الكبده البلدي. الكبده الجملي لو قعدتيها على النار زياده عن اللزوم بتلاقوها بقت استغفر الله العظيم يا رب زي الكاوتش. انما هي اهي، هي بالمنظر ده كده كده خلاص. هحطها بقى في الطبق هوريها لكم. بصوا بقى الحلويات والجمال. بصوا بصوا العظمه. ادي الكبده الجملي على اصولها، شايفين الحلاوه؟ حبايب قلبي ايه رايكم؟ وكنت بقى ايه باب الشعريه، رحت جايبه لهم العيش الحلو الجميل ده ماشي، وادي المخلل من عند الراجل، لقيت حواوشي رحت جايبه مع الليمون المخلل، ورحت عامله لهم صينيه حلوه كده. ايه رايكم في الحلاوه في الجمال والعظمه ده؟ تعالوا يلا كلوا معانا. اشوفكم على خير. تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك. نشوفكم في الهنا وفي السعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.